بصوا يا رجاله، بالنسبه للهاب اخباره ايه معاكم؟ وحش صح؟ قوي ولا نص نص؟ اللي متفق اللي هو وحش قوي يرفع ايده. طب نزلوا ايديكم. نص نص. طب نزلوا ايد. اللي متفق اللي هو سهل. طب جميل حلو. يبقى كده للمحاضره دي لها ايه؟ لازمه صح؟ خلينا نتفق اللي نستنى ساعه واحده ونشوف رايكم بعدها. تمام؟ طيب بسم الله. عندنا في الويزر 3 حاجات مالهمش رابع. 3 حاجات مالهمش ايه؟ لوكيشن، درجة حرارة الدراي، درجة حرارة الويت. ما دون ذلك مش عاوزه. تمام كده؟ يبقى الويزر عبارة عن ايه؟ لوكيشن، درجة حرارة دراي، درجة حرارة ايه؟ ويت. تعالى مع بعض ندخل. الشاشة دي واضحة ولا لا؟ شوية بس الأحسن يبقى على الشاشة. خلاص ماشي. نخش كده مع بعض على الويزر. قلنا عندنا كام حاجه يا اخوانا؟ 3. اللوكيشن ميدل ايست، كايرو او ايجيبت كايرو. لو عندنا اي بلد تانية تقدر تكتب هنا البلد اللي انت عاوزها. النقطه الثانيه، بمجرد اما انت بتختار اللوكيشن هو بيختار اللاتيتيود واللونجيتيود بتاعه والاليفيشن. طب لو انت حابب تعدل فيهم عدل فيهم، بس طبقا لايه؟ طبقا لاشري ميتو انفو، وما تعدلش فيهم. احنا قلنا في حاجتين كمان، الدراي والويت. الدراي احنا بنظبطها من 40 ل 44 هنا في مصر. لو في دول الخليج ممكن تبقى 48 و50. بالنسبه لنا هنا في مصر الويت بتكون 26 ونص. يبقى كده الويزر خلصنا منه. كده الويزر فيه مشاكل؟ طيب بعد كده نخش على اللايبراري. اللايبراري عندنا 4 حاجات رئيسيه: سكادول، وول، روف، ويندو. عندنا كام حاجه؟ 4 مالهمش خامس. الدور مش لازمني، الشادو مش لازمني دلوقتي. هم 4 اللي يلزموني. قولهم لي كده تاني. سكادول عندك 2 1 1 2. يعني ايه 2 1 1 2؟ يعني هتخش تعمل 2 سكادول. السكادول الاولاني هتسميه فان سكادول، ما تعملش اي حاجه، هتدي له اسم وتدي له نوع. كل اللي بعد كده مش هيفرق معاك في حاجه. لعبت في السكادول سبته 100%، عملت 1 ويك اند 1 ورك، كده كده بيشتغل على ايه؟ على الماكسيموم. يعني كل اللي بعد كده ما يخصكش، عادي سيبه زي ما هو. انت كل اللي انت بتعمله ايه؟ تديني اسم ونوع. اوكي. بالنسبه للجنرال اسم ونوع. اوكي. السكادول فيه مشكله؟ السكادول فيه مشكله؟ طب ما تيجي كده على الوول. الوول لها طريقتين، لا اما يديك حيطه كمكونات، المعماري هو اللي بيديها لك مش انا اللي بديها. يعني ايه المعماري هو اللي بيديها لك؟ يعني تلاقي المعماري يقوم راح قايل لك ان الحيطه دي مكونه من طبقه كذا وكذا وكذا وكذا، والار بتاع كل طبقه قد كذا، والسمك بتاع كل طبقه قد كذا. يبقى المعماري مطالب بتوفير لحضرتك ايه؟ قطاع بالتشطيب، قطاع بمكونات الحيطه. كل اللي عليك اللي انت هتخش على الوول تعمل نيو وتدخل الطبقات. الطبقه تمثل ايه عندك؟ سمك وار. سمك وار، المعلومتين دول عند مين؟ المعماري هو اللي بيديهم لك. طب لو انت دخلت مشروع وما عندكش الداتا الكافيه، اسال المعماري. خلي بالك، جهلك عن الشيء لا يعفيك عن المسؤوليه. يعني ايه؟ ما فتحتش بقك لبستها.
قولا واحدا. احنا كده في الشغل، انت عندك مكون انت مش عارفه، معنى انك ما سالتش يبقى انت عارفه. طب فرضته غلط يبقى لبسته. عندك لوح، عندك حيطه ازاز، الحيطه الازاز دي وليكن مثلا هي كانت سنجل وانت فرضتها دبل، حضرتك ما سالتش ليه؟ هي بتاعتك يا عم، انا دي بتاعت المعماري، يعملها سنجل يعملها دبل يعملها تريبل، هو حر. يبقى جهلك بالشيء لا يعفيك منين؟ من المسؤوليه. فالصح هو ايه؟ انك ما تجهلش الشيء، اسال عشان تبقى المعلومه عندك. وصلت يا اخوانا؟ سكوتك معناه انا استنتج ايه؟ انك جامد فاهم. امال هم بيقولوا لنا في الاول كده قدم لي البي او دي ار ليه؟ ادرس لي المشروع ليه؟ عشان يبقى ليك اسئله. ما بعد المراحل دي كلها انت ما قدمتليش اسئله، يبقى معناها ان انت جاوبت على كل الاسئله اللي في دماغك خلاص. فهنا بالنسبه لي اما نيجي عند الوول بنخش هنا نسميها اي اسم وندخل المكونات ايه بتاعتها. طيب المعماري كتر الف خيره ما قالكش مكونات، قال لك قيمه اليو على بعضها بكذا، يوم المنى. بس احنا مشكلتنا ايه؟ بصمجيه. مع احترامي لينا، اغلبنا طالع من الكليه او في الكليه بيبصم. هو اتعود ان المساله بتجيله 1 زائد 1 زائد 1، لو انت بدلت واحد مكان واحد ما يعرفش يتصرف. فهو المعماري جه قال لك قيمه اليو بتاعته الحيطه دي اهي ب 57%، خدها يا عم. انا عاوز اعمل حيطه تديني ال 57 اللي تحت دي. اعمل ايه؟ امسح كل المكونات واحط طبقه واحده، والطبقه الواحده دي ولا يشغلني سمكها. امال اللي يشغلك هو ايه؟ الار بتاعتها اللي تديك قيمه اليو. طيب واحد ما درسش هندسه، شوف انا بقول ايه؟ ما درسش هندسه، وقلت له انا عاوز هنا 57، كل اللي هيعمله ايه؟ هيقعد يلعب في الرقم ده، صح؟ عشان هو ايه؟ عشان ما درسش هندسه. اما لو واحد دارس هندسه الصوت يا اخوان، واحد بقى دارس هندسه، ايه اللي يميزه عن ان ما درسش هندسه؟ ممكن كده تقول لي ازاي تشقلب البتاع؟ هتفرضه ازاي؟ هتفرضه ازاي؟ انا عارف ان اليو ده مجموع ريزيستنس بتاعت الطبقات اللي عندي، واجيب منها الريزيستنس بتاعت الطبقه اللي عندي. يعني انا واحد متخرج من هندسه او طالب في هندسه اخدت هيت ترانسفير، فانا عارف ان اليو بتساوي 1 على سميشن الار. عند حضرتك الار الاولانيه اللي هي الهواء اللي بره، والار الثانيه اللي هي الهواء اللي جوه، فناقص عند حضرتك ايه؟ ار واحده، صح؟ يبقى 57 من 100 بتساوي 1 على 12 من 100 زائد 58 من 1000 زائد الار بتاعت الحيطه اللي انت ما تعرفهاش، طرفين في وسطين، يطلع لك قيمه الار بتاعت الحيطه بواحد و576 من 1000. تكتبها كده تطلع لك على طول القيمه تحت بكام؟ ب 57 من 100. يبقى ايه الفرق ما بين واحد درس هندسه وواحد ما درسش هندسه؟ هما الاثنين هيعرفوا يطلعوا لي 57 من 100. بس ده فضل تراي اند ايرور كتير، فضل يعني من الاخر كده عمال يحط ارقام افتراضيه، والتاني دكتور ابن الحلال قال له ان اليو بتساوي 1 على سميشن الار، قام مشغل دماغه وقام بيقول طب ما انا عندي الار دي وعندي الار دي، ايه المجهول اللي عندي؟ هو الار دي. طب ما انا عندي قيمه اليو، يبقى اليو بتساوي 1 على سميشن الار، هات الار، حط الار، اضغط اوكي، مبروك عملت الحيطه. يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل الحوائط لو هو قال لك مباشر قيمه اليو. يبقى دلوقتي المعماري ممكن حاجه من اتنين، لا يديك قيمه اليو صراحه، لا يديك ايه؟ مكوناتها. في الحالتين انت ايه؟ بصمجه عمال تدخل بس، ما بتعملش حاجه ثانيه. طب بالنسبه للروف نفس اللي احنا عايزينه بالظبط، اللي انت عملته هنا هتعمله هنا.
الاختلاف الوحيد ان كانت قيمه اليو بكام؟ بنص، الثانيه 57، يعني المجهول عندك هو ايه؟ الار بتاعت الروف. نفس القصه لو حطيتها ب 1.822 هتطلع لك بنص. سهله. يبقى السكادول واحد فان، واحد فريكشن، عندك حيطه، عندك ايه؟ روف. طب واحد غاوي تعب يقولوا انا في الشرح كنت عامل هنا روف وعامل فلور وعامل سيلينج، انا هنا ليه ما عملتش؟ مش عاملهم ليه؟ مع كامل احترام ابقى احمر لو عملتهم. ليه ابقى احمر عشان اعملهم؟ انا عملتهم عشان كنت اطلع بقيمه اليو، عشان قيمه اليو انا ما كنتش عارفها. قيمه اليو ايه؟ طب ما المعماري مديها لك صراحه هي هلكه على الفاضي. يعني هو انا بخزن داتا على الفاضي؟ ما المعماري قال لك ان البارتيشن ب 3.3 والفلور ب 2.3 والحيطه ب 2.2، صح؟ اعمل انا ليه؟ ما هو قايلهم لي مباشره. امال دول انا بعملهم ليه؟ عشان جوه السبيس انا بستخدمهم، لازم احددهم، فلازم يبقوا موجودين. انتوا عارفين لو داخل السبيس انا كنت بكتب القيمه ما كنتش عملته. اما في الروف وفي الوول انا بختار الحيطه وبختار ايه؟ طيب تعالى مع بعض الويندو. عندك 2 ويندو، مش انا قلت لك 2 1 1؟ لا انا قلت لك 2 1 1 2. الاثنين الاولانيين سكادول وعندك حيطه وعندك ايه؟ طب لو انت عندك بدل الحيطه 2 و3 اعمل نفس الطريقه، بس غالبا المبنى بيبقى مكوناته قد يكون حيطه واحده او بتبقى حيطه وشويه ازاز. طب ما انت هتدخل مره حيطه والباقي ايه؟ هيبقى ازاز. طب انا ليه قلت لك حيطتين؟ قصدي شباكين، عشان ممكن يبقى الشباك دبل وممكن يبقى الشباك ايه؟ الشباك محتاجين 3 حاجات: مساحته، اليو بتاعته، الشادو كوفيشن. معلومه كانت ناقصاكم وما لقيتش ذكر فيكم يسال عنها. افترضتوها؟ هبتوها؟ ما ينفعش، ما ينفعش. انا قلت لك قيمه اليو بتاعت الازاز الدبل كذا والسنجل كذا. طب الشادو كوفيشن سيبته باي ديفولت ليه؟ مين اللي قال لك سيبه باي ديفولت؟ المعماري قال لك كده؟ انا قلت لك كده؟ اذا غلط. معلومه انت ما سالتش فيها، اذا اي فرض انت هتفرضه من حق اقول لك غلط. ليه؟ عشان انت ما سالتش. وصلت كده؟ يبقى بقك لما بيتكلم بيمنعك من الغلط، مش العكس. سكوتك هو اللي بيمنعك من الغلط طالما انت بتستفسر في حاجه منطقيه. يبقى انا هنا بعمل ويندو دبل، ويندو سنجل، كل اللي انا محتاجهم 3 حاجات: المساحه، اليو، الشادو كوفيشن. المساحه دايما بنعملها 1 في 1. ليه؟ بدل ما انا اقعد اعمل مساحات كتير من الازاز بنتعامل ان الشباك مساحته 1، فبقيت بتدخل المساحه كعدد. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي اقول لك شباك مساحته 19 متر، طب ما انت ممكن تقول 19 شباك من اللي مساحتهم 1 في 1. يبقى طب انا عندي حيطه ثانيه 23 متر، يبقى 23 شباك من اللي مساحتهم 1 في 1. يبقى انت بدل لما تقعد تعمل شبابيك كتير اعمل 1 بس. هنا الشادو كوفيشن بعد ما انا اتفقت مع المعماري ب4/10. اوكي تعالى نعمل 1 سنجل دبليكيت منه. شرط نفس المساحه 5.6، ده اليو هو اللي ادهاني، والشادو كوفيشن اللي انت ما تعرفوش هنخليه ب8/10. اوكي كده حضرتك خلصت 50% من البرنامج. الويزر احنا قلنا كام حاجه؟ واللايبراري قلنا كام حاجه؟ والاربعه ممكن تقولهم لي: 2 1 1 2. 2 سكادول، 1 وول، 1 روف، و2 ويندو. فيها مشكله يا باشا؟ سهله؟ ها الهاب ابتدى اهي، يبقى اسهل. في مشاكل كده يا اخوانا؟ كرسي 2، تعالوا قدام. كرسي 2 3 4. والله في الجامعة
كده في مشكله يا اخوانا معاكم؟ يبقى تاني ممكن كده تفكرني في الوزر، ايه اللي يهمني في الوزر؟ لوكيشن والويت بالب. ممكن كده تفكرني الدراي بالب والويت بالب في مصر بنحطهم تقريبا بكام؟ 42 26 ونص. تمام. لا 26 ونص. طيب ممكن كده تفكرني في اللايبراري. عندك 4 حاجات الاول، الاربع حاجات دول عباره عن ايه؟ سكادول، وول، روف، ويندو. السكادول كام واحده؟ 2. كل اللي بتعمله فيهم ايه؟ اسم ونوع. اوكي اسمه ايه؟ طب بالنسبه للوول بتعمل ايه؟ لا اما المعماري بيديك المكونات او بيديها لك قيمه ايه؟ صريحه. لو قيمه صريحه تقدر تحط لي قيمه الار من غير ما انت تقعد تفبرك كتير. هتعمل ايه؟ اليو بتساوي 1 على ايه؟ سميشن الار. طب عندك كام ار منهم معلومه؟ 2. يبقى المجهول هو ايه؟ هتقوم رايح جايبها من القانون وتقوم معوضها على طول. طيب بالنسبه للروف بنت عم ايه؟ الوول. طب بالنسبه للويندو عندك نوعين ويندو. ليه بنعملهم 1 في 1؟ ليه بنعملهم 1 في 1؟ علشان ندخل، جاوب كده اهو، اجابه كده اهو، علشان تدخل المساحه عدد شبابيك. وصلت؟ يبقى عشان ايه؟ تدخل المساحه عدد شبابيك. فدايما تبقى المساحه عندك بايه؟ بواحد. والعدد الشبابيك هو اللي يديك المساحه الكليه. يبقى لو انا عندي شباك مساحته 50 متر اقوم قايل عندي 50 شباك مساحتهم 1 في 1. هي. طيب جهلك بالشيء لا يعفيك منين؟ من المسؤوليه. حضرتك ما سالتنيش على الشادو كوفيشن، فرضت قيمه غلط. انا المعلومه الوحيده اللي اديتها لك قلت لك شباك سنجل 5.6 اليوم، شباك دبل 1.2 اليوم. طيب الشادو كوفيشن كام؟ ما تعرفهاش، كنت تسال. فاحنا هنا فرضنا ان الدبل ب 4 من 10 والسنجل ب 8 من 10. خلصنا المكتبه؟ فيها اي مشكله؟ طيب هنخش على السبيس.